من أنا وصغير عندي صديق طفولة واحد بس اللي هو زعيم، وزعيم من زمان يقول لي خل نروح نسافر مكان بعيد، فقررت انه اسوي له مفاجأة ونسافر اثنيناتنا الماليزيا. Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby. It's a new era. اليوم راح نسافر الغير عالم تماما. اليوم راح نسافر الماليزيا 9 ساعات طيران. والله هواي صراحة هواي يعني. ليش دا اصور هذا الفلوج ما ادري. الشيء اللي نوعا ما مو اعتيادي بهاي السفرة انه لازم اخذ ملابس صيفية بالكامل. كل شيء صيفي، كل شيء صيفي بالحياة. الشيء الغريب بالموضوع انه احنا حاليا بابرد فترة بالعراق، ببغداد درجة الحرارة 1 2 وهم يومهم درجة الحرارة 35. نهائيا الموضوع مو منطقي، انه هنا انا لابس اذخن شيء عندي من البرودة وهناك كله صيفي، نص ردن ماكو مخبل يلبس شتوي، ما ادري شلون صراحة ما ادري. سبحان الله انه هناك يوم الجو كلش حار حار وياها مطر، هذا الشيء الغريب بالحياه. اغلب الملابس اللي ماخذهن حرفيا صيفيه، يعني مو اغلب، لا كل الملابس اللي ماخذهن صيفيه. هذا صيفي، هذا صيفي، كله صيفي حرفيا. طبعا معلومه بسيطه انه انا ما اعرف شو وقت راح اسافر. اي نعم الطياره ما اعرف شو وقت، بس اللي اعرفه انه راح اسافر ويا صديق الطفوله، صديقي صار له 23 سنه، زعيم زعامه يابي. حتى ما اعرف شنو الفعاليات اللي راح نسويها هناك، بس انه قريت الجدول انه راح يكون مدينه مائيه، مدينه العاب، وجزيره مائيه. شنو اكثر شيء ايفر يكرهه بالحياه؟ مدينه مائيه، جزيره العاب، كل ذني يا اخوان اكرههم. جزيره العاب ماكو شيء جزيره العاب. طبعا يا اخوان قبل كنت اسافر بالطيران عادي ما اخاف من الطياره، بس من ورا الدقره صار عندي فوبيا من الطيران، فبالاقلاع ظليت مركز على الكاميرا مال الطياره، لاحظت بالمرايه انه اكو شيء غريب بوجهي، عارفين ما ادري شنو ولا اتذكر منين اجاني اصلا، وهنا بلشت حتى استخدم كل انواع الطرق حتى اضيع الوقت حتى 9 ساعات تخلص. تقريبا بعد ساعتين بنوصل يوم، المرة دي 5 ساعات، تقريبا بعد ساعتين بنوصل. وبعد ما تفرجت فيلمي المفضل وحرفيا ما بقيت اغنية ما سمعتها بالحياة، وما بقيت شيء ما سويته بالحياة، واخيرا يا اخوان وصلنا. زعيم بعد 7 ساعات ونص طيران. شنو شعورك؟ طبعا اللقطة اللي صارت احنا بالمطار الجو كان كلش بارد، فحسيت انا وزعيم انه كان المفروض نجيب ملابس شتوية. احس غدرنا نوعا ما. لا برا كلش باردة، لانه جايبين ملابس بس صيفية وبرا كلش باردة. وهاي الضربة اللي بوجهي منها انا ابوياها. جو ولا غلطة، بس شنو كلش حارة يا اخوان، بكل صراحة جدا حارة. بس شوفوا لي المنظر يا اخوان، واو. طبعا درجة الحرارة 1.5 مليون. لا باردة لا. شو رايك زعامي؟ حار. زعيم هو صديق الطفولة بالفندق راح تجيب الموقف. 21 سنة واحد يعرف ثاني؟ ايه 21 سنة شباب، صديق الطفولة الوحيد اللي اعرفه. طبعا يا اخوان ماليزيا المناظر الطبيعية اللي بيها ما شاء الله كلش حلوة، وهمين هنا شفنا ثاني على برج بالعالم، بس اكيد الاهم من كل هذا غرفة الفندق. السلام عليكم. طبعا بعد يمكن 16 ساعة سفر وصلنا يا اخوان. لازم نسوي لكم روم تور، بس روم تور مو عادي. اول شيء شوف لي ركن القهوة، شايف لي منه هذه بالكوفيات، اقصد بالفنادق. المنظر تفضل يا عزيزي المشاهد، انت شوف لي هاي القعده. اوه شنو هذا؟ مقلب مال الباب ثاني من هبتين. رايحين نشتري يا اخوان رصيد السيم كارت، مبدئيا الحار يقتل الكتل، بس الجو بوخه المنظر اللي تشوفوه وراي اتوقع يعني واضح انه شو المنظر ايش قد حلو هنا وبوخه. فجاينا هذا 7-11 حتى نشتري الرصيد. الجوع صار مؤذي، خلينا نكون صريحين. تلاحظون ايش لابس؟ ما اعرف ليش، بس انه ايه لابس يعني مال المنتخب، ليش ما ادري، بس المهم يا اخوان جعنا جوع مو طبيعي، والمكان اللي بيه اكل قوي هو هذا المكان يا اخوان. خل افهمكم على سالفه، صارت بينا حاله بسبب انه صار لنا فتره كلش طويله، يعني احنا بالسفر قمنا ندوخ، يعني انه القاع حرفيا تتحرك بينا، فشفنا الحل الامثل ناكل، لان احنا ما نريد ننام، النوم حل بس احنا ما نريد ننام، فالحل الامثل انه راح ناكل يا اخوان. يعني احنا اكلنا كثر التعب الواصلي له اصلا، يعني نسيت اصور، نسيت. اتوقع انه واضح يا اخوان من وجهنا التعب حاليا، يعني شوفوا لي هذا المقرود، يعني حرفيا نحتاج هسه فيتامينات، دوخه مو طبيعيه. الحلو بالموضوع شنو؟ ويا التعب الله درى اخوان، الجو عالمي، جو بالليل اكيد يعني 100%، بس احلى بهوايه من الجو الظهر. شوي كانت مجازفه ان نلبس بنطلون على بالحار. اني سامع بماليزيا قبل، بس ما توقعت ماليزيا بهذا الشكل، لانه بيها جانبين، جانب المتطور كلش، جانب الطبيعه. طبعا لاحظت شغله بماليزيا كلش هواي يرقصون ويغنون، حرفيا بكل مكان تلقى رقص وغنى. عسروعي دليل سياحي، احنا بشارع اسمه شارع العرب، هذا بيه كلش هواي مطاعم واماكن عربيه. شباب
حلقات شباب اسوء، يعني استغفر الله، يعني اكثر اكل ما طيب ناكله بالحياه والاكل الماليزي، الاكل الماليزي لا حد ياكله، يعني تدرون شنو اخر شيء شكلنا تفاح واناناس، هذا رايي في ناس صار اكلهم ما طيب يا اخوان، يعني كل شيء بسمك كل شيء، يعني انت شلون تقدر البانكيك تخليه بسمك، اندومي بسمك يا اخي مو هيك عاد. انا بحياتي ما راكبت الفريك واخاف منه بشكل مو طبيعي، يعني تخيل غرفه صغيره معلقه بحبل انا ما اعرف شنو هذا الحبل ولا شايفه، وتفاجئت انه انا لازم اركب الفريك. زعيم يا اخي خوف غلس غلس زعيم، واحده من مخاوفي بالحياه انه اركب الفريك، قلت لو يعطوني $1,000,000 ما ركبت الفريك، ما اعطوني $1,000,000 بس ركبت الفريك. شنو نسبه خوفك من 10؟ 1000 مليار ب 10. اكيد يا اخوان كل كلاب صعدني، انا وزعيم بصراحه كنا خارطين العافيه، بالبدايه كنا خايفين هوايه على قولة زعيم، بس امانه طلع مو كل شيء يخوف، وبنفس الوقت تشوف مناظر كلش حلوه، فاذا بيوم من الايام صارت لكم فرصه انصحكم انه تصعدون الفريك. حبايب عدت بحفظ الله، موضوع يخوف حيل، لا حد يصعد الفريك، لا كذب والله صدقوا يعني يونس، لا ما يونس، ما اعرف شو اقول لكم، لازم نرجع ننزل بيها هنا المشكله. هنا بلشت رحله البحث عن احلى مدينه العاب بماليزيا، المشكله انه احنا بمول، والمول حيل كبير، واكو باب وحده بالمول بس هي اللي تودي لمدينه الالعاب. بس بالعبالة جايين كرتون، طاوين بكرتون والله العظيم. شنو شعورك وانا سافرت وياك فاجئتك بالسفر؟ ها؟ شنو؟ بعد لك اريد اركب سكه موت، لو اموت ما اركب سكه موت. يا اخوان طبعا العالم السنافر حاليا، والله ما ادري شنو هذا العالم، بس يعني حلو، دائما يريد يلعب سكه موت، انا اقول له ما العب سكه موت، تنقلب الدنيا. طيب يا اخوان هنا الحافه مال جبل بعد، يعني هنا جي، انتوا تلاحظون الغيوم احنا طابين نص الغيوم، يعني اتوقع واضح ترى هاي غيوم مو ضباب، يعني احنا كلش فوق 1800 متر فوق الارض. زعيم واقف بدي ياخذ صوره بهاي الكاميرا. اي بالضبط. شباب صديق الطفوله يريد يلعب العاب، بس يعني انا صراحه يعني انا الالعاب ما احبن والله العظيم. زعيم يريد يركب سكه موت هيك يعني. حصان والله ايش مال حصان؟ اي ما وتفر بيد دنيا جست مال حصان. زعيم شنو شعورك بالمطر؟ هو اجواء هو غيث مطر، انا غيث هالمطر. بلشت الزخ بس مطرهم حلو. المنظر راح تشوفوه هسه ما اعرف شو اقول عليه، بس يا اخوان يعني احاول من ننزل من جوا اصور لكم بشكل اوضح. ما شلون سووه يعني صراحه عندي فضول انه شلون سووه. اقول شغله واحده الحمد لله على نعمه الاسلام شباب، على الاشياء الغريبه بدي اشوفها، هذا هنا مو تمام شباب. راح نترمي الكره حضر الجوط نروح الجزيره اسمها العنكبوت، طبعا كلش ما بيها حيل والله العظيم، ورانا طياره ما شي قصه صاير بيه. انا وزعيم نحضر ملابسنا، نحضر جوابنا، ناخذ جلطه صغيره بس، طبعا كلش تعبانين والله العظيم يعني. شوف هذا الولد صاير بيه خطيه. شنو اسم هاي الحبايه؟ ايش راح تعطيها اسم؟ البقره الضاحكه. راح نسوي البقره الناعسه حاليا، بس نص ساعه لازم نحضر بيها كل شيء، خلينا نروح نحضر. درجه الحراره 400%. منظر واضح قبالكم، كل شيء حلو بالحار، بس المو حلو انه حاره جدا، حيل حار. شوف العنتيه شو لابس. بعد ما ركبنا الطياره وصلنا للمكان اللي ما اقدر اشرح لكم جماله. اسف غدرتكم، وصلنا للفندق ما سويت لكم روم تور، هسه راح نلعب منضدة انا وزعيم. صباح الخير يا اخوان، طبعا البارحه كل شيء ما صورت اي شيء، كان تعب مو طبيعي صراحه، بعد تاخير بالطيران وصلنا واخيرا تاخرنا شويه بالطريق، اول ما وصلنا سبحنا وراها طلعنا، فما قدرت اصور اي شيء، بس يعني المنظر جميل. اليوم راح نطلع سفاري، وانا كل شيء احب السفاري صراحه، بعد السفاري راح يكون عندنا جوله مال جزر، فاحاول اصور لكم اللي اقدر عليه من عندي. زعيم شنو شعورك؟ وين راسك فوق راسي؟ اي راح نسوي. شباب المنظر هنا لا مو طبيعي والله، يعني المنظر مو طبيعي. طبعا اللي يسال ايفر شلون وصلت لهذا المكان، طلعنا عن طريق القارب، والقارب كان يمشي بسرعه كلش مو طبيعيه يا اخوان. شباب شنو قبينا؟ شو شغله ساجده؟ شنو الموضوع؟ شنو نمشي حاليا باللامكان بين الاشجار، والله ما ندل وين حرفيا. قبل شوي شفنا قروده، يعني شوي شكلهم كانوا اي مو اليفين لو قروده يا اخوان. حكم انه اني يعني ما اعرف اسبح، راح استمتع بالمنظر اللي ببالي بس. المنظر مو طبيعي، خلينا نكون صريحين يعني. شوي لحظات استيعاب ادي يعني بلش اشتغل صحيح، راح
دحالي سوينا ننزع النظارات. مقابله سريعه ردت فعلك على المنظر. سبحان الله. مو سبحان الله. مو تحس عينك من تستوعب من تباوع؟ حلوه شباب، انا هنا لحظه كنت انتظرها حتى اسال صديق طفولتي على فد شيء. اريد اسالك فيديو ميرمي؟ لا شباب، وابو الديقر ديقري ديقري يسوي ديقري، بس اذا صار حساب بعد ذاك يقول اشتركوا بالقناه. يعني انا انسان مسالم، بس تصعد بالقارب اوفوني. يعني البحر حيل نظيف زياده عن اللزوم، اوفر يصير ما حلو بصراحه. باليوم السادس جربنا اغرب فواكه بالحياه، هاي فاكهه التنين، وهنا رقي لون اصفر، وهذا اصغر موز بالعالم، ووراها رحنا المكان انا اقول تشوفوه احسن. السلام عليكم يا اخوان، طبعا انا كلش خايف. قاعد هناك قاعد ها؟ راح تسر راح نمشي عليه يا اخوان. الخطه مالتي انه امشي وابرقها، ما بعرف مهما يكون الامر ابرقها. بعض الاحيان اتندم، هي احس انه راح اتندم يا سعد. والله ما يخوف كلش، اي مو والله انا بطلت حرجع لين قاعد يهتز الجسم. هو شكله امين بس يهتز. لا طبعا ما خايفين، المكان كلش ناصر. انا اشوف انسى مكان يعني اصعد ابغى مستحيل اكون خايف. ما تقرب. خلينا نكون مضيف. مقابله سريعه يا زعيم. وبعد ما شفنا هذا المنظر يا اخوان ركبنا الطياره ورجعنا. اليوم اخر يوم بماليزيا، مع الاسف شباب حزين وبشده. تقييمك من 10 للصفر؟ 10. احلى مكان تزوره هللته؟ تقييمك للجو؟ 10. خلوا لايكات 10. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع، شكرا على دعمكم الرهيب، لا تنسونا باللايكات والاشتراكات، حبكم هواي، نشوفكم في فيديو ثاني، مع السلامه.